الرحمة والعدالة الاجتماعية، تعلن تأييدها الكامل للمطالب التي حملها الثوار داخل الوطن الحبيب سوريا، والذين كانوا دوما وأبدا هم البوصلة التي توجه كل مواطن سوري حر يطمح في أن يرى بلده حرا يسوده الحق والعدالة والمساواة، نظيفا مطهرا من كل مظاهر الفساد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي تسببت به الطغمة الحاكمة في سوريا خلال أكثر من 4 عقود. واليوم نحن السوريون الأحرار في ميلانو، ومن خلال ما نراه ونتابعه يوميا من أحداث مؤلمة تردنا من داخل سوريا عن استمرار التجاوزات والجرائم التي ترتكبها قوات وشبيحة الأسد المجرمة يوميا بحق شعبنا الأعزل، والذي لم يكن إلى اليوم إلا سلميا في ثورته وانتفاضته المحقة في وجه المفسدين والمخربين الحقيقيين للنسيج الاجتماعي السوري خلال طيلة الحقبة التي حكم فيها سوريا بالسلاح تحت حكم عائلة الأسد المجرم، واستخدموا أبشع أنواع القهر والظلم الاجتماعي كي يحافظوا على مراكزهم ولكي يستمروا في الحكم بأي طريقة ممكنة وبكل الأساليب دون الاهتمام بالمواطن وحق المواطنة. وإننا اليوم كما يرى العالم بأسره بما فيه الجامعة العربية والمجتمع الدولي أن هذا النظام مستمر في القتل والارتكاب الجرائم التي قد أودت إلى اليوم بحياة عدد كبير من المواطنين السوريين، حيث نعد اليوم لغاية اليوم في هذه الثورة ما لا يقل عن 10,000 شهيد وأكثر من 70,000 معتقل ومفقود، والآلاف المؤلفة من اللاجئين إلى دول الجوار. وعليه فإننا في تنسيقية أحرار ميلانو نضم صوتنا إلى كل الثوار في الداخل السوري بمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري في سوريا وبالشكل الذي يروه مناسبا من أجل إيقاف هذه المجازر ومساندة هذا الشعب السوري الكريم في ثورته لتحقيق مبادئ إنسانية عادلة اتفق عليها في كل دول العالم على أنها هي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ولا بد من نصرتهم من أجل ترسيخها في وطننا الحبيب سوريا، والنصر لأمتنا والمجد لشعبنا. تنسيقية أحرار ميلانو 21 جنايو 2012. شكرا. Adesso abbiamo con noi gli ospiti che ci daranno un loro discorso. Per primo il signor Shadi, signor Hamada